في وصفة النهاردة هنعمل مع بعض البتنجان المخلل اللي بناكله في المطاعم وجنب سندوتشات الفول. بيكون طعمه حلو قوي. هنعمله بطريقة سهلة مش هتاخد وقت مننا. يلا نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا بتنجان عروس حجمه صغير كده. بنشيل الحتة اللي من فوق وبقطعه كده من النص بس مش بنوصل للآخر، وبنزله على زيت سخن يتقلي، واول لما يتحمر بخرجه على مناديل وبسيبه يهدى شوية على جنب. دلوقتي هنحضر التتبيلة او الدقة اللي هنحشي بيها البتنجان. عندي هنا نص فلفلاية حمراء ونص فلفلاية صفراء ونص فلفلاية خضراء، وهنا فلفل حراق برضو اللي بيحبه، لو مش عايزين ممكن تشيلوه، وكام فص توم كده. هنضربهم كلهم مع بعض في الكبة ناعم. وكده ده شكلهم بعد ما ضربتهم. واحدة مبشورة وجزرة مبشورة وبقدونس مفروم وعصير ليمون وخل. التوابل بقى بضيف هنا كمون وكزبرة ناشفة وملح. بس كده بخلط كل ده كويس قوي مع بعض، وهبتدي احشي بيه البتنجان. بحشيه كله بالشكل ده، وفي الاخر خالص بضيف على الوش زيت. لو عايزين تحفظوه في التلاجة في علب حفظ بيقعد في التلاجة من اسبوع ل10 ايام. بس كده جربوه وبألف هنا.